في الفضاء كان موجود 3600 فارس علشان يحافظوا على سلام المجرات، واسمهم كان اتحاد الفانوس الاخضر. ظهر لهم عدو مصنوع من الخوف واسمه بارالاكس، بس قدر الاتحاد ان هم يسجنوه على كوكب رايت، واللي سقط عليه سفينه اللي كانوا موجودين فيها. لما خرجوا على الكوكب بره سقطوا في قلب السجن اللي كان بتاع بارالاكس، وهو رفعهم لعنده وقال لهم انتوا خايفين، ده كويس، وعلى طول سحب روحهم من جسمهم علشان يستخدم قوتهم ويتحرر من السجن بتاعه. وفي الماضي نزل هالة على حس امه واللي كانت خايفه على جوزها مارتن من شغله، واللي كان عباره عن تجربه الطيارات. ولما طلع هالة راح وراه مارتن وقال له شغله هو اني ما خافش. وتاني يوم كان متاخر عن المدرسه وملحقش الباص، وفضل يجري لحد ما وصل لعند مارتن علشان يودعه ويتفرج عليه، فيطلب منه ان هو يروح لعند كارول ويتفرجوا سوا. وقبل ما يروح يقول له خلي بالك من الجاكيت ده، ويروح هيكتور لعند كارول ويحاول يتكلم معاها، بس يوصل هال وتروح لعنده. صاحب الشركه ما كانش مهتم بابنه اللي كان هو هيكتور زي هال، ومارتن ركب الطياره وبدا يتحرك بيها، وابنه هال عمال بيشاور له لحد ما انفجر المحرك والطياره خرجت عن السيطره خالص. بدا يجري هال بسرعه ورا الطياره لما سقطت، ولقى مارتن لسه عايش، ولما جاي يروح له انفجرت الطياره قدام عينيه، ووقف هال مصدوم. ونرجع للحاضر من تاني مع ابن سور، واللي بيجيله اتصال من القائد سيستروا بيقول له خلاص مهمتك انتهت علشان الكائن ده عمال بيدمر في الكواكب. وعلى غفله يوصل بارالاكس لعنده ويهجم عليه، وهو فضل يهرب منه لحد ما وصل لتحته وهو اداله ضربه. وقبل ما يمسكه هرب بسرعه وركب مركبه علشان توديه لاقرب كوكب عليه حياه. وعلى الارض قام هال من النوم وكان متاخر، وبقى شغال زي ابوه مارتن بيجرب الطيارات الحربيه. ولما كان في الطريق كان بيحاول يغلف هديه لابن اخوه لحد ما كان هيعمل حادثه وعدت على خير. وكارل بيعرض الطياره اللي عاوزين انهم يجربوها ضد الطيارات بتاعه الجيش. وصل هال بسرعه ولقى ان كارول متعصبه علشان متاخر وتقول له الطيارات دايما بتفوز في الاختبارات دي. وركبوا هما الاتنين بقى الطيارات، وتوم اللي كان هيمسك نظام المحاكاه بدا الاختبار في الجو، ولازم ان هال وكارول يهزموا الطيارات الجديده. وكارول بتحاول تصيبها بس كانت سريعه، فقامت رايحه لعند هال وقال لها خليكي هنا وانا هطلع اتصرف معاهم. لف هو وطلع فوق وساب الطيارتين يروحوا لعند كارول وكمان يصطادوها علشان يجي هو من وراهم ويحاول يصطادهم، بس لف وجم ورا. فيقول طب ما نشوف اخركم فين، وبدا يطلع لفوق. توم بيحذره وبيقول له ان المحركات هتقف لو طلع لارتفاع معين، ولكن ده ما كانش مهتم وفضل يكمل لفوق. ولما طلع المحركات وقفت وعنده كمان وقفت، ثلاثه كانوا عمالين بيسقطوا. وهنا هال بيستغل الفرصه علشان يصطاد الطيارتين، ودلوقتي لازم ان هو يشغل المحرك قبل ما يسقط. ولكن بيشوف صوره ابوه ويفتكر الماضي وما كانش قادر ان هو يتحكم علشان عمال بيفتكر موت ابوه. خلاص قرب للارض ولازم ان هو يقفز بالكرسي بتاعه، والمشاهد عماله بتتكرر قدام عينه من تاني. وعلى طول قفز على اخر لحظه وتنزل الطياره وتنفجر على الارض. زمايله في الشغل متضايقين علشان خسرهم طياره غاليه، فقال لهم اعتبرت نفسي موجود في حرب حقيقيه. وكارول بتقول له انت موقوف لحد ما نشوف التحقيق، وتزعق معاه شويه علشان عمال بيخاطر حياته ومشتت. وفي نفس الوقت كان سقط الفضائي وطلب من الخاتم ان هو يلاقي حد يستاهل قوته ويروح هالة علشان يحضر عيد ميلاد ابن اخوه. الاخبار عماله بتتكلم عنه وعن سقوطه، وبدا اخوه ان هو يتخانق معاه علشان عدى الحدود في الشغل بتاعه. فيسال عن جيسون ويروح لعنده لان هو كان خايف عليه جامد، ويقول له اي نعم انا فاشل في كل حاجه ولكن كويس في الطيران، امسك دي واقفل عينك. وبدا ان هو يكلمه عن الطيران لحد ما جت قوه الخاتم ودخلت لجوه جسمه. قعد وهو مش فاهم ايه اللي حصل، ويديه الهديه ويقول له وراك حفله. ولما جاي يروح هو لعند عربيته ظهرت الطاقه من تاني وطارت بيه في الجو لحد ما وصل لعند الشط، ويلاقي قدامه سفينه فضائيه متدمره، ويروح علشان يشوف في حد جواها ولا لا. بيتفاجئ ان هو كائن غريب لونه ارجواني، ولما طلعه على الشط قال له انا ابن سور والخاتم اختارك انت، حطه في الفانوس وقول القسم وبعدها يموت. بسرعه يرن هالة على توم علشان يروح لعنده، وده لما وصل استغرب ان في سفينه فضائيه ولازم ان هو يشوف ايه نظامها بالظبط، ولكن يقول له هال لازم نمشي بسرعه قبل ما اي حد يجي. وفعليا يلاقوا ان في طيارتين جايين، وهنا على طول ركبوا العربيه وهربوا. وتوم يقول له اكيد هيعرفوا ان كان في حد موجود هنا، وهل بيعرفوا ان الفضائي كان عمال بيقول الخاتم اختارني وانها مسؤوليه. فيستغرب توم ويقول له اكيد المسؤوليه عندهم حاجه تافهه. وفي نفس الوقت بيروح سيستروا عند المجلس الاعلى بتاع الخالدين ده ويعرفهم ان ابن سور مات، وده غير ان بارالاكس دمر كوكبين مع بعض. القائد كان متفاجئ ان عرف ان هو كان بارالاكس، وقال له لازم نقيم الموضوع علشان الوحش ده مش سهل ابدا. فقال لهم لو مش واثقين في قوتنا سيبوني اخد سيربو فرسان واروح اقتله. ويوافق رئيس المجلس، وفيكتور كان بيلعب لحد ما جاله اتنين عاوزينه معاهم، وعلى طول اخدوه لعند المختبر السري علشان يقابل دكتور اماندا، واللي بتقول له لازم
تيجي معايا وينصدم لما شاف الكائن الفضائي. بتقول له ده هو اول كائن فضائي على الارض وعايزينك تشوف ايه هو تكوينه، انت متخصص في علم الاحياء واكيد مناسب للمهمه دي. وفي البيت هل لبس الخاتم وحاول ان هو يشغله بس مش عارف ازاي، وهيكتور بدا ان هو يحلل تكوين جسم ابنسور، وهل بيفتكر كلامه ان هو لازم يحط الخاتم فيه ويقول القسم بس مش عارف قسم ايه بالظبط، فحاول من تاني لحد ما كان متعصب ولمس الجنب التاني وبدا الفانوس ان هو ينور وعينه لونها اتغير، وكان عمال بيقول القسم وطاقه بارالاكس تدخل في جسم هيكتور، وخلص هل القسم ورجع لوعيه من تاني ولقى كارول على الباب، مرضاش ان هو يدخلها لجوه البيت وقال لها ايه رايك نطلع لبره. وهنا خلاص هيكتور خلص الفحص وقال لها ان اجسامنا احنا الاتنين احنا والفضائيين شبه بعض، وهي بتقول له ان لازم محدش يعرف نهائي بالموضوع ده، وهل بيحاول يكون طبيعي مع كارول ويقول لها هو انا قد المسؤوليه، وهي على طول تضحك ويعرف الجواب، فتشتغل اغنيه بيحبوها هما الاتنين وهو يرقصها معاها بالعافيه، فتقول له ان هي رجعت البيانات من تاني ولقت ان ما كانش فيه اي مشكله في الطياره، ايه هي المشكله بقى؟ فقال لها شكرا على الرقصه وعلى طول مشى. لما طلع لبره لعند العربيه اتفاجئ ان زميله في الشغل نزل فيه بالضرب علشان خلاه ينطرد بسببه، فحاول هال ان هو يضربهم الثلاثه لكن ما قدرش عليهم وكملوا ضرب فيه وكمان رموه، فقال لهم استنوا وجاي يرمي عليهم حجاره لحد ما طلعت طاقه على شكل قبضه وضربتهم. الخاتم بدا ان هو ينور وطلعت طاقه حوالين جسمه، فحاول يقلع الخاتم بس ما قدرش وبدا ان هو يطير في السماء، وفي نفس الوقت كان هيكتور عمال بيتألم جامد ولقى ان عينه بقى لونها اصفر، وهل خلاص وصل للفضاء وعدى من قلبه ثقب اسود وطلع من الجنب التاني وخلاص اغمى عليه، وبدا يتعمل له مسح لجسمه ويتكهرب بطاقه غريبه علشان تتكون عليه بدله خضراء. هل كان معجب بنفسه ومش واخد باله من ان توماري عمال بيراقبه، وتوماري بيكون زميله في الاتحاد بتاع الفرسان وبيقول له انت هنا كاول بشري ينضم لينا علشان كده بعتوني ارحب بيك في كوكب اوا. الخالدين هناك هما اللي مسؤولين عن كل حاجه على الكوكب ده، وان من زمان اتحاد الفرسان مسؤول عن حفظ السلام في الكون، ودلوقتي الخاتم اختارك انت علشان تكون واحد منا، لازم نطير دلوقتي. فقال له ماشي انا اقدر اطير، ولكن كان واضح ان هو خايف وعلى طول يسقط لتحت، ولكن قدر يطلع من تاني وطاروا بقى هما الاتنين وسط مباني كوكب اوا، ويوريه الطاقه بتاعه الكوكب واللي طالعه من اراده سكان الكوكب ده، وهي كمان اللي بتشحن الفانوس والفانوس بيشحن الخاتم، لونها اخضر وهي اقوى طاقه في الكون. واخدوا بعدها لعند 3600 فارس، لا حواليه مخلوقات من كل الاشكال وكل الانواع وشكلهم غريب جامد، لحد ما وصل سيستروا وقال لهم انا جمعكم النهارده علشان موضوع خطير جدا، دلوقتي 4 منكم ماتوا على ايد بارالاكس واحنا لسه مش عارفين قوته ايه، ولكن عارفين ان هو عمال بيدمر حضارات كامله، حتى ان هو هزم اقوى مقاتل بينا ابنسور واللي عمره ما هيكون له بديل ابدا، وكله يبص على هال كانه عمال بيتريق عليه. بيقول لهم ان هو اخد اذن الخالدين وهيدور على بارالاكس عشان يدمره، مش محتاج اعرفكم انتوا مين ولا قوتنا ايه. بدا الكل ان هم يهتفوا باسم الاتحاد وطاقتهم بتنور للفضاء، وبعدها بيحاول توماري ان هو يعلم هال ازاي يستخدم قوته ويقول له قوتك هتتحول لاي حاجه انت بتفكر فيها، حاول كده. فيحاول بس الطاقه عنده متشتته، وهنا بيوصل كيلو ووجع علشان يصعب التدريب عليه وبيقول له ريحتك حلوه يا بشري. بعدها يثبته في الارض علشان يوقع عليه حجاره من السماء بس هو يصدها فينزل عليه كمان حجاره، خلاص ما بقاش قادر ان هو يتحمل لحد ما ضربه وكمان يفتح له ثقب دودي، وبسرعه علق نفسه بخطاف بيقول له سيبني اساعدك ويديله في وشه، على طول يضربه تحت الحزام وقلبه، ويجي له بقى سيستروا ويقول له لما سمعت ان ابنسور اختارك قلت يمكن بالغلط، انت خايف مش كده؟ يلا نبدا. فقال له يلا، وكل واحد مسك سلاح وبدا انهم يتقاتلوا هما الاتنين مع بعض بالسيوف، وواضح مين الاقوى منهم لحد ما قام من تاني وثبته وضربه وجابه من تاني، ولكن ده يعمل جدار وبعدها رشاش، وكله كان من غير اي فايده. سيستروا بيضربه وبيقول له انت مليان بالخوف، ابنسور كان صاحبي وانت عمال بتشوه صورته بارادتك الضعيفه، وبعدها مشى. فقال لهم هو معاه حق انا جبان، ولكن يرد عليه توماري ويقول له الخاتم اختارك لسبب انت لسه مش عارفه. فقال له لا غلط المره دي، ورجع لكوكب الارض من تاني علشان يروح بيته وهو محبط على اخر. وفي نفس الوقت المجموعه انطلقت وهيكتور بيدي محاضره لحد ما بدا ان هو يسمع اصوات جوه دماغه ان في حد عمال بيقول له يا فاشل، وفكر ان هو مايكل وسحبه قوته وراح يعمل تجارب على نفسه علشان يعرف ايه اللي عمال بيحصل له. فتجيله رساله من ابوه وراح لعنده، عرف ان هو المشرف على التجارب السريه وان هو اللي اختاره عشان يعمل التجارب على ابنسور. وهيكتور بدا يقرا الافكار وعرف ان ابوه عمال بيتريق عليه ومشى بعدها، والمجموعه لسه في الطريق ووصلوا لعند بارالاكس علشان يقتلوه، وحجمه بقى ضخم جامد وكمان بقى اقوى منهم كلهم، وبدا انه يسحب ارواحهم من قلب اجسامهم قدام عين سيستروا واللي
راح قال كل اللي حصل للخالدين، قال لهم ان هو جاي هنا وهم حكوا اللي حصل في الماضي لما راح واحد منهم لعند طاقة الخوف وهي حولته الوحش، وامرنا ابن سور ان هو يحبسه وقدر يهرب من تاني وحجمه زاد وبقى اقوى. فقال لهم هو جاي هنا دلوقتي علشان يدمرنا كلنا، لازم نلبس خاتم الخوف علشان نحمي نفسنا. وبالليل راح حل الحفلة وبدأ يتكلم مع ابو هيكتور واللي كان غيران منهم، فيروح لعند كارول ويتكلم معاها، وهيكتور برضه غيران ويروح يقابل كارول علشان يقول لها على الفضائي، ويجي ابوه بسرعة ويقول له انت عمال بتخرف بتقول ايه. وهيكتور قرأ افكاره ومشى بعدها. ولما جاي يمشي ابوه في الطيارة ضرب المحرك بقوته الغريبة وهل يلبس الخاتم بسرعة. الطيارة سقطت وسط الناس وهل يركبها عربية ويفضل يلففها كده على مدمار سباق علشان ينزلها على الارض من تاني بعد ما انقذ حياة كارول من الموت من تحت الحطام ويسيبهم يمشي. اما هيكتور رجع لبيته وفي حاجة عمالة بتلعب في افكاره، عمالة بتعذبه وصراخه بيشد انتباه بارالاكس وراسه كبرت بشكل غريب. وتاني يوم بيروح توم لهال ويقول له يلا اتكلم، انت اول حاجة ظهرت بيها قدام الناس كانت عربية سباق، انا عايز اشوفه دلوقتي يلا بسرعة. فقال له ماشي امسك نفسك، ولبس الخاتم بس ما حصلش اي حاجة. قال يمكن عاوز يتشحن، ولما شحنه فعليا اتحول ولبس القناع من تاني والبدلة كلها. توم كان مصدوم وبيقول له انت بطل خارق، ويروح حال بالليل عند كارول وقال لها ما لحقتش اودعك، وهي بتشكره على اللي حصل وتقول له استنى انت هال، واستغرب ازاي عرفته. فتقول له انا عارفاك طول حياتي بس ليه عمال بتنور وجلدك اخضر. بيقول لها ان اي حاجه بيفكر فيها بيعملها حتى السلسله دي. فتساله عن شغله مع الفرسان فقال لها انا نوعا ما استقلت، ويرجعها للبيت من تاني ويمشي. بس كان هيكتور موجود وشافه ورجع للمختبر وعرف ان دمه عمال بيتغير. وبتيجي دكتور اماندا وتقول له ان في حاجه لازم يشوفها، ولما لمس ايديها يشوف الماضي بتاعها ويقول لها انا شفت كل ذكرياتك. بيروح معاها للمختبر ويلاقي ان ابوه موجود هناك وعمال بيقول له دي غلطتي لازم اصلحها وارجعك طبيعي من تاني. واماندا تقول له انت مصاب بطاقه فضائيه، فقال لهم لا انا احسن من اي وقت فات، ولكن بيخدروه بسرعه. وكان قاعد هال عمال بيفتكر كلام توماري عن ان الخاتم اختاره وعمره ما غلط في الاختيار، والخاتم بيحس بخطر. يقوم هيكتور من تاني ولما جم يخدروه اتحكم في الحقنه وضرب بيها الدكتور وقام قال لهم اهربوا. طير اماندا ولزقها في الشباك ويسحب ابوه ويثبته، ولما جه الامن ضربهم كلهم. وهنا وصل هال لعنده ولحق اماندا من السقوط، وهيكتور يرمي عليه ازاز وهو يولعه وبيرميها عليه، وعلى طول يديه بالرجل وهو بيرمي عليها انابيب. كان عمال بيضربوا بيها لحد ما صاد جنبه ولمسه علشان يعرف ان هو هال، واللي جاي يقوم رجعه من تاني ولمسه من تاني علشان يشوف ذكرياته مع كارول ويقول له انت فاشل زي بالظبط. ورمى ابوه لفوق وبدا ان هو يحرقه، وهال يحط الخاتم عليه. وبارالاكس عرف ان هو ده الخاتم بتاع ابن سور واللي كان سجنه قبل كده، وبيقول له لازم تموت زي ابن سور. فقام بسرعه هال ولقى هيكتور اختفى من قدامه ورجع لبيته من تاني. عرفهم كلهم ان بارالاكس متصل مع هيكتور، وكارول عماله بتقول له لازم توقفه. فقال لهم الخاتم غلطان، انا مش الفارس، المفروض ان الفارس ما يكونش بيخاف ولكن انا بخاف. فتقول له انت مفكر ان ابوك عمره ما خاف ابدا؟ فقال لها لا الخاتم اختارني لحاجه معينه وانا مش شايفها. فترد عليه وتعرفه ان الخاتم شاف فيك حاجه، انك شجاع وتقدر تحارب الخوف زي ابوك بالظبط. وفي نفس الوقت بارالاكس بيقول لهيكتور ان هال تهديد ولازم ان هو يموت. وفي نفس الوقت راح هال لكوكب اوا، وكان سيستروا خلاص بقى موجود معاه الخاتم بتاع الخوف. ووصل هال وقال له لازم انك تساعدني علشان ادافع عن كوكبي، سلاح الخوف ده لو استخدمته عمرك ما هترجع منه من تاني. انا عارف انكم خايفين وانا زيكم بالظبط، بس ده مش معناه ان احنا ضعاف، قاتلوا معايا. ولكن ده يقول له احنا كده عمالين بنخاطر بكل حاجه. فقال لهم خلاص سيبوني اقاتله انا علشان العالم بتاعي. فيتريق عليه سيستر واو ويقول له كده هتموت بالتوفيق. ورجع حل الارض من تاني وجاله تنبيه خطر، وكان هو هيكتور واخد كارول كرهينه. وقبل ما يقتلها قال له استنى، عايز الخاتم خده ولكن حررها، اعمل بيه اللي انت عايزه. وفعليا اخد الخاتم ولبسه وبقى عنده قوه كبيره، وحاول يضرب هال بس يقول له كدبت عليك، الخاتم هو اللي بيختار. وانضرب هيكتور بسرعه، راح واخد كارول وخلاص وصل بارالاكس لعندهم. بيكلم هيكتور وبيقول له انت خذلتني، وسحب روحه من جسمه. فراح هال علشان ياخد من جسمه الخاتم بس يسحبه بارالاكس قبلها. فتروح كارول وتشغل الطياره بسرعه، ولما كان عمال بيسحب روح هال ضربت فيه صاروخ من الطياره ورمت له الخاتم، وهو اخدها وهرب بسرعه. وبارالاكس خلاص بقى موجود فوق المدينه، وبيقول لها هال لازم ان انا ابعده، الخاتم اختارني علشان كده. في نفس الوقت كان الوحش عمال بيسحب ارواح الناس لحد ما وصل هال وبدا ان هو يهاجمه ويضربه، وبيقول له حاسس بخوفك. ولكن هال بيقول القسم علشان قوته تزيد من تاني علشان يعمل طياره ويعدي بيها من قلب الوحش ويطلع
طلع من الجنب التاني للفضاء، استدرجه لقلب النيازك وشاف بعدها الشمس وجات له الفكرة، راح بسرعة لهناك وعمل طيارتين وراح للوحش من تاني، وقبل ما يوصل له طلع هو لفوق علشان يخلي جاذبية الشمس تسحب الوحش اللي يمها، ولكن ده كان راجع له من تاني، وبآخر قوته قدر هال ان هو يديله الضربة اللي ترجعه للشمس من تاني علشان يتسحب لعندها وينحرق، ووراه كان مغمى عليه هال ومسحوب هو كمان لحد ما وصل الفرسان ولحقوه. وعلى كوكب آوا سيستروا يعترفوا قدام الكل بقوة هال، ويقول له واضح ان ابن سور لا حد شبهه، ورجع لعند كارول من تاني وظبط كل حاجة، وتكون دي النهاية. لو عاوزين بقى تختاروا معايا الافلام تابعوني على الانستجرام، اللينك موجود تحت ولينك الممنتج كمان موجود تحت، واشوفكم في الفيديو الجاي.